إلى بالفنون، واحتضن المسرح الجهوي سيرات بومدين بصعيدة العرض المسرحي تحت عنوان العملية الأخيرة للمخرج عيسى جقاطي. هذا العمل تناول مكانة المرأة ودورها إبان الثورة الجزائرية، وذلك بجانب أخيها الرجل، وجسد الأدوار نخبة من الممثلين الشباب للولاية. ويأتي هذا العمل المسرحي في إطار الذكرى الستينية للاستقلال. يقول محمد عمراني في هذه التغطية. جيت نتعلم من عندك الحكمة. أنا ولا بلانتي هذا الصوت لازم يوصل. طلعت للجبل وعزمت تكمل المسيرة. سيدة السماء، يا زليخة عدي، يا زليخة. عرف أن نكون في هذا العمل المسرحي اللي هو من إنتاج المسرح الجهوي لولاية سعيدة، العملية الأخيرة، إخراج جقاطي. وهذا العمل المسرحي هو يأتي في إطار الستينية، والحمد لله يعني هو يسلط الضوء أكثر على المجاهدات المناضلات، على دور المرأة المجاهدات المناضلات اللي كانوا سند للرجل إبان الثورة الجزائرية. كان عندي 3 أدوار أو 4 أدوار تقريبا: دور الزوجة، ودور المدربة عربية، ودور المتعذبة آخر مشهد. هذا الدور أو هذه المسرحية تبين يعني المرأة في الثورة الجزائرية. والحمد لله تلقينا نتيجة شابة من عند الجمهور، والجمهور كان بزاف، والحمد لله العرض فات شباب بزاف، وإن شاء الله تشوفونا في أعمال أخرى. من سعيدة مشاهدينا الكرام نختم الموعد الثقافي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. عودة لك رضا.